يا نهار ابيض، انت لازم بتشوف المستقبل. بابا اوعى تدخل الجمعيه دي خالص. يا الحاج شعبان، ايه ده؟ ولا ازاي؟ انا نطقتك بايدي. هو انا مش قطعتك ورميتك في الزباله؟ ظهرت ازاي تاني بقى؟ انت فاكر انك ممكن تتخلص من ان انت تصدق انا كنت قربت انسى شكلك. مهما تحاول هتفشل. الله، طب ده كده كويس قوي، جت في وقتها. يوسف، تعالى عشان عاوزين نظبط شويه حاجات بره. حاضر يا بابا، انا جاي وراك دلوقتي حالا. ده لو العو كان شافك كان هيتجنن. سيب الكوره دي، مش وقت لعب دلوقتي. حاضر يا بابا، انا كنت فرحان بس يعني شويه. يا نهار ابوك ازرق، كسرت شاشه. انت عارف دي بكام؟ لا مش عارف، قصدي يعني عارف. خلاص بقى يا بابا، فداك، ما كانش قصدي. فداك؟ ده انت هتتعلق النهارده. تمام، انت كده دلوقتي مستريح يابا؟ جدا. حلو، نزل لي بقى. لو هتجيب لي شاشه غيرها هنزلك، غير كده خليك متعلق. طب حضرتك هتستفاد ايه طب طول ما انا متشعلق كده؟ اوفا، افتح الباب شوف مين بيخبط ودخله خليه يتفرج على اخوك. حاضر يا بابا. افتح. استنى يا ابني، انت هتفتح ايه وانا متشعلق كده؟ هو حضرتك حاططني في متحف يا بابا الناس تيجي تتفرج عليا ولا ايه؟ بص اهو، نزلني يا بابا وانا هجيب لك الشاشه دلوقتي حالا. لا يا حبيبي، عشان انزلك من هنا وتجري من هنا. انا اصلا شايل معايا واحده جوه. بص نزلني يا بابا، دي 5 دقايق بس واجيبها لك واجي على طول. 5 دقايق تقدر تلم فيهم كل هدومك وتهرب بره البلد. 4 دقايق ونص كويس؟ موافق. هو مش علقني عشان شاشه. اتفضل يا بابا، ادي الشاشه اهي زي ما وعدتك. ايه ده؟ هي دي الشاشه؟ الشاشه دي مش حلوه زي اللي كانت عندنا. شكلك كده عاوز تضرب في ابا، اي حاجه فيها ضرب وخلاص. وبعدين انت لسه ما فتحتهاش من الكرتونه وجربتها اصلا. ده اكبر من الشاشه اللي كانت عندنا يا بابا. مش عجباني برضو، مش داخله دماغي. الحزام بابا، انا يا دوب الحق المدرسه عشان اتاخرت. وزي ما خطه المنهج اللي منزلاها الوزاره يا اولاد بتقول ان احنا النهارده هنشرح درس التكاثر في الحيوان. الحيوان المدير جه. قيام يا اولاد. انا موبايلي اتسرق وانا واقف معاكم في الطابور. اللي مش هيطلع الموبايل هسقطكم كلكم، ومش السنه دي بس، لا ده كل السنين الجايه كمان. يا ناقصه، ده احنا بننجح بالعافيه. انا ما خدتش حاجه يا استاذ وربنا، انتوا بتتهموني ليه دلوقتي؟ يا ابني هو في حد لسه واجه لك كلام؟ اه صح، انا قلت اقول من الاول برضه. انا شاكك في الواد اللي هناك ده. ليه؟ انا لسه داخل اصلا، وبعدين انا معايا موبايل اهو. حضرتك يعني هاخد موبايلك ليه يعني؟ يا جماعه اللي اخد الموبايل بتاع المدير يطلعه، انا مش عاوز اسقط. يعني برضه مصرين محدش فيكم هيطلع الموبايل؟ ابقوا وروني بقى تنجحوا ازاي السنه دي. تستاهلوا يا حبيبي. وانت هتتفصل من المدرسه. ايه؟ طب انا مالي؟ ظالم. طب يا زميلي، ما تشوف لنا حل في الموضوع ده، المدير هيسقطنا. عاوزني اعمل ايه يعني يا ابني؟ انا لو اعرف نوع موبايله بس. نوكيا ولونه ازرق، بطاريته متعضعضه وفيه خربوش من الظهر من ورا وفيه كسر من عند سوكت الشاحن. انت عرفت منين؟ يا زميلي شفته قبل كده يعني ماسكه. بقى كل العصبيه والنرفزه اللي حضرتك فيها دي عشان موبايل نوكيا وازرق كمان؟ عيب والله. امسكوا اللص ده، قلت لكم انا شاكك فيه من الاول. عرفت منين بقى يا حبيبي نوع موبايلي ولونه؟ شفت حضرتك يعني بتتكلم منه قبل كده يا نهار ازرق، شكلي هلبسها ولا ايه؟ ثانيه واحده.
حضرتك جربت ترن على الموبايل؟ ده على اساس بقى انا لو رنيت على الموبايل هسمعه من كل الدوشه بتاعت المدرسه دي، وان اللي سرقوا لسه ما عملوش سايلنت. طب انا هرن على حضرتك دلوقتي، الموبايل يمكن في جيبك ولا حاجه وحضرتك ناسيه. انت بقى فاكرني عبيط ولا اهبل؟ الو، مين معايا؟ رد يا قليل الادب. انا هجيبك، انا مش هسيبك. انا اسف يا ولاد، اسأت الظن فيكم، سيبكم تكملوا الحصه. ايه ده؟ مالك يا بابا، في ايه؟ امك مش هنا وفي ضيوف جايين لنا، ناس صحابي من الشغل عازمهم على الغدا، وقال ايه افتح التلاجه بالصدفه ما بلاقيش فيها حتى رغيف عيش. قول لي اعمل ايه؟ بس كده، ده حاجه سهله جدا يا بابا، بسيطه، ما تقلقش انا هحلها لك، بس ليها شرط صغير قد كده. بدينا بقى نتشرط من اولها. طيب قول لي بس الاول كده هتعمل ايه؟ يا بابا الحل سهل جدا جدا، بس حضرتك اللي مش واخد بالك. اللي هو ايه برضه؟ مش فاهم، قول لي عليه. اطلب دليفري. والله انا قايل للناس ومعروف ان احنا طابخين في البيت، وبعدين اصلا احنا معناش فلوس عشان نطلب دليفري. طيب تدفع كام يا بابا وانا احضر لك الاكل ودلوقتي وحالا كمان؟ بقول لك مش معايا فلوس. بص، هزود لك المصروف من اول الشهر الجاي. لا قديمه واصلا مش بتزوده، انت بتخسر منه يا بابا. وبعدين انا كده كده اقدر اجيب فلوس بقى اللي انا عاوزها. طب ايه رايك بقى انت اللي هتحل المشكله دي ورجلك فوق ركبك، والا لا يا بابا اتعلق ايه ده، انا رتبت لوحدك من ساعه اخر مره. خلاص يابا انا هحل لك الموضوع ده، بس عشان تعرف انك مخلف راجل واقف في ظهرك وبيحل لك كل مشاكلك. يا ريتني كنت خلفت ذكر بط، على الاقل كان نفعنا في العزومه دي. هدخل اخد شاور بقى على السريع كده واطلع احضر لك الاكل زي ما انت عاوز. لا مفيش وقت، الناس على وصول. حاضر يا بابا. يعني يعزم صحابه دلوقتي. للاسف انت استخدمت كل محاولات اليوم. محاولات يوم ايه ده انا استخدمتها مرتين بس، الاول كنت بستخدمها 5 أو 6 مرات عادي ما فيهاش حاجه. ده لما كنت بتستخدمها في الخير، مش في حركات العيال بتاعتك. حلاوه، ده كده بابا هينفخني. وجامد كمان. طب ما ينفعش تديني محاوله بس كمان؟ للاسف ما ينفعش، انت استخدمت كل محاولاتك. ما انا ما حدش قال لي. طب بص، مشيها محاوله كمان وهعمل لك اللي انت عاوزه. انت اللي هتعمل لي كل اللي انا عاوزه. لو فكرت في الموضوع هتلاقي ان انت اللي كسبت. ها يا ابني، عملت ايه؟ اتصرفت في الاكل ولا لسه؟ حاضر اهو، بس هو في حاجه يعني كده كنت عاوز اقول لك عليها. مفيش وقت، حضر الاكل بسرعه، الناس جم بره. اخر مره دي وارجعها مكانها في الصندوق ومش هعمل كده تاني، وعد. وعد. للاسف مش هينفع. هو في ايه يا عم؟ انت بتزرني ليه كده؟ وانا عشان محتاج مساعدتك يعني، ولا عشان انا الضعيف والتقوى يعني؟ خلاص صعبت عليا، هعتبره طلب خير هتنقذ بيه ابوك اللي محطوط في الورطه دي بره. شكرا. ماشي. فين؟ اهلا اتفضلوا، هو جايين في ميعادكم بالظبط، اتفضلوا الاكل موجود اهو. مش هترجع النوتة بقى؟ ما تسيبها شوية. انا بقول لك رجع النوتة. حاضر. A few moments later. زور كده، زور تاني. يلا. اكشن. يا لهوي، انا قلت اكشن يا ابني. انا قلت اكشن. ماشي. لا سيبك من ماشي، انت خاطر على انا عبيط. مش عارف اعملها ازاي. استنى عشان كنت بشرب باراشوت تاني. ان احنا النهارده هنشرح درس التكاثر في الحيوان. الحيوان